انتشر على ريدت في الفترة الأخيرة ناس كتير بتدعي إن الدوتاسترايد دمر لهم شعرهم، فهل في فرصة إن الدوتاسترايد فعلا يعمل نتيجة عكسية ويسرع الصلع الوراثي؟ طبعا لو جيت تبص على التقارير أو البوستات الكتيرة للناس دي فهتلاقي إن في حاجات متشابهة ما بينهم. أولا هم ما بيدعموش كلامهم بصور كافية، ثانيا هيقولك إن أنا كنت ماشي مثلا على أدوية ما جابتش معايا نتيجة وبعدها قررت أحول للدوتاسترايد وبعدها لاحظت إن الصلع الوراثي بتاعي بقى أسرع أو رتم الصلع بقى أسرع. تالت حاجة بيلوموا حاجة اسمها الريفلكس هايبر اندروجينيسيتي أو إن المستويات الاندروجين بتاعتهم ازدادت بعد ما ابتدوا الدوتاسترايد. فتعالى اكلمك عن كل نقطه بدول بالتحديد واكلمك عن تجربتي الشخصيه مع الناس اللي بتعامل معاها وبيشتكوا فعلا ان الدوتاسترايد سوء لهم شعرهم. اول حاجه لازم تفهم ان في الدراسات الدوتاسترايد دايما اقوى من الفينوسترايد. الدوتاسترايد بيقلل نسبه هرمون الدي اتش تي سواء في الدم او في بصيله الشعر بصوره اعلى من الفينوسترايد. ده غير ان الدوتاسترايد بيواجه الايزوزايمز الاثنين الانزيم الفايف الفا ريدكتيز اللي هو الواحد والاثنين. وفي الدراسات الناس اللي بتستخدم دوتاسترايد بيلاقوا نتيجه افضل من الناس اللي بتستخدم فينوسترايد، والناس اللي كانت بتستخدم الفينوسترايد وما لقوش نتيجه كويسه وبعدها حولوا للدوتاسترايد لاحظوا ان بقى في تحسن في النتيجه بتاعتها. طب ليه في ناس كتيره بقت بتشتكي ان الدوتاسترايد سرع الصلع الوراثي؟ في الحقيقه انا شايف ان هو ميكس ما بين كذا. اولا عدم الالتزام الكامل من الناس دي. يعني معظم الناس اللي بتقول لي انا بدات استخدم دوتاسترايد بقالي مثلا 6 شهور ولاحظت ان خط الشعر بتاعي رجع اكتر او ان الصلع الوراثي بتاعي تقدم، اقول له طب انت استخدمت كام علبه دوتاسترايد او كنت بتاخد جرعه كام؟ فلاقي مثلا ان هو ما استهلكش غير علبه واحده في ال6 شهور دول. يعني هو بياخد له مثلا قرص كل 3 4 ايام او قرص كل اسبوع. وعدم الالتزام بالروتين بتاعك اكيد مش هيديك نتيجه زي الناس اللي بتلتزم بالروتين بتاعهم اللي هو بياخد القرص في نفس الميعاد كل يوم. الشخص ده هيلاقي نتيجة أفضل أكتر من الشخص اللي بيستخدم الأدوية عشوائي وعلى حسب مزاجه أو على حسب ما يفتكر. طبعا ما لهمش أي حد مثلا إن في يوم ينسى إن هو يستخدم الأدوية. أنا ذات نفسي في مثلا أسبوع ممكن يعدي عليا ما استخدمش الأدوية، بس برجع تاني وأحاول إن أنا ألتزم. تاني حاجة إن الناس دي بيكون عندها الشيدنج عنيف من الدوتاسترايد، والشيدنج ده ممكن يستمر لشهور. زي ما شرحت قبل كده في كتير من فيديوهاتي ان انت لما تبتدي اي دواء لعلاج الصلع الوراثي ففي مرحله اسمها الشيدنج او تساقط الشعر بتحصل، ودي بسبب ان الشعر بيخش في مرحله النمو، فبالتالي ممكن تلاحظ ان شعرك خف شويه او شعرك تساقط اكتر. فمعظم الناس اللي بتبتدي دوتاسترايد فهو يبتدي مثلا اول شهر وبعدها يلاحظ ان بقى في شيدنج عنيف والشيدنج ده ممكن يستمر، فهو ييأس ويرمي الدواء خالص، فهو كده مستمر في الشيدنج ومحلش مشكله الصلع الوراثي. فدايما هقول لكم ان الشيدنج مش مشكله، ولو انت لاحظت ان حصل لك شيدنج اول لما ابتديت علاجات الصلع الوراثي فثق في الرحله بتاعتك وكمل وهتلاقي في نتيجه ان شاء الله خلال 6 شهور لسنه. انما مش معنى ان حصل لك شيدنج انك ترمي الادويه، لان ده مفيش منطق وراءه، لان انت لو بطلت الادويه فانت هيرجع تاني شعرك للوضع الطبيعي ان هو بيزحف وفي عمليه اسمها تصغير بصيله وفي عمليه صلع مستمر. طب بالنسبه بقى لنظريه الريفلكس هايبر اندروجينيسيتي فهي نظريه مغلوطه ومش مثبته علميا، ده بالعكس الدراسات بتبين عكس كده تمام. في ناس بتقول لك ان انت لما تستخدم الفينوسترايد او الدوتاسترايد فده بيؤدي الى زياده هرمون التستوستيرون، وبالتالي زياده هرمون التستوستيرون اللي بتحصل في فروه الراس فهو برضو قادر على تفعيل عمليه تصغير البصيله وبالتالي تقدم الصلع الوراثي. ولحد الان مفيش دراسه علميه بتثبت ان هرمون التستوستيرون مسؤول عن الصلع الوراثي، لان انت لو جيت تشوف الدراسات اللي اتعمل على جماعه السودو هيموفرودايتس ودول ناس بيكونوا مولودين من غير انزيم الفايف الفا ريدكتيز فما بيصنعوش هرمون الدي اتش تي، عمر ما حصل لهم صلع وراثي ولا حصل لهم تراجع في خط الشعر، مع ان بيكون مستويات التستوستيرون بتاعتهم اعلى من الناس الطبيعيه. وده دليل ان التستوستيرون مش هو اللي بيعمل عمليه تصغير البصيله، الدي اتش تي هو. طب انت ممكن تقول لي طب ما الاثنين اندروجين ايه الفرق ما بينهم؟ ده حتى في التركيب الكيميائي بتاعهم الاثنين قريبين من بعض. اقول لك ان الفرق ما بينهم لما التستوستيرون والدي اتش تي بيشبكوا في مستقبل الاندروجين فكل واحد فيهم بيعمل حاجه اسمها كونفورميشنال تشينج مختلف عن الريسبتور. بمعنى ان على الرغم ان التستوستيرون والدي اتش تي قريبين من التركيب الكيميائي من بعض، الا انهم لما بيشبكوا في مستقبل الاندروجين فبيكون لكل واحد فيهم استجابه مختلفه عن الثاني وبيفعلوا جينات مختلفه عن بعض. فهتلاقي ان الدي اتش تي لما نسبته تزيد للاشخاص اللي معرضين لمرض الصلع الوراثي فهو بيؤدي الى عمليه تصغير البصيله وبيؤدي الى حدوث سلسله من الاحداث الكيميائيه بتؤدي الى حدوث الصلع الوراثي عكس التستوستيرون. وبالنسبه لفكره ان التستوستيرون بيزيد فانا عايز اقول لك ان لما جم يشوفوا الموضوع ده فعلى الرغم ان فعلا في زياده حوالي 15 ل 20% من استخدام الفينوسترايد او الدوتاسترايد في التستوستيرون، الا ان الزياده دي بعد ما بتستمر على الدواء بتروح وبترجع لمعدلك الطبيعي.
الطبيعي. بمعنى لو انت مثلا لسه بادئ تستخدم فينوسترايد او دوتايسترايد، فانت فعلا نسبه هرمون التستوستيرون بتاعك هترتفع، بس بعد فتره النسبه دي بترجع للمعدل الطبيعي. عشان في كده ناس بتقول لك انا اول ما ابتديت الفينوسترايد او الدوتايسترايد لاحظت ان الشهوه عندي ازدادت، ده بيكون بسبب هرمون التستوستيرون، بس غالبا هيقول لك بعد فتره من العلاج حسيت ان انا رجعت للوضع الطبيعي. طب في ناس تانية بتقول ان الدوتايسترايد ممكن يسرع الصلع الوراثي بسبب ان لما بتقفل ال5 الفا ريدكتيز بصوره عنيفه، فده بيفعل حاجه اسمها الباك دور سينثيسيس، وبالتالي نسبه هرمون الدي اتش تي بيزيد. والحقيقه الكلام ده مفيش اي اساس علمي ليه او منطقي حتى. واللي ما يعرفش يعني ايه باك دور باس واي، احنا كلنا عارفين ان الدي اتش تي بيتصنع من هرمون التستوستيرون عن طريق انزيم ال5 الفا ريدكتيز. في طرق تانية الجسم بيصنع بيها هرمون الدي اتش تي من بريكرسرز تانية، سواء الهرمونات اللي بتبقى جايه من الغده الكظريه او النيوروستيرويدز، وبالتالي برضو بيكون الدي اتش تي. دول بيسموهم الباك دور باس واي. بس لو جيت تبص برضو في الباك دور باس واي، فهتلاقي ان هو محتاج في واحد من الستبس بتاعته انزيم ال5 الفا ريدكتيز عشان يوصل في النهايه لهرمون الدي اتش تي. فحتى الدوتايسترايد بيواجه حتى الباك دور باس واي، يعني مش هتلاقي فيه زياده في الموضوع ده. ففكره ان انت عملت بلوك لانزيم ال5 الفا ريدكتيز، فبالتالي قللت تصنيع الدي اتش تي من التستوستيرون، فده هيخلي الجسم يزود انتاجه من هرمونات تانية، دي فكره مغلوطه، لان الدوتاسترايد او الفينوسترايد بيواجهوا تصنيع الدي اتش تي من كذا ناحيه مش بس من التستوستيرون. فدي برضو نظريه مغلوطه ومش شايف ان هي تفسير صحيح. طب هل في اي تفسير منطقي ليه بعض الناس ممكن ما تستجبش على الدوتاسترايد زي مثلا الفينوسترايد، او حتى ممكن ما يلاقيش منه نتيجه؟ في الحقيقه في دراسه كانت اتعملت بتبص على حاجه اسمها الاختلافات الجينيه للاستجابه من الدوتاسترايد، ولقيت ان في بعض الاشخاص بسبب ان في تغيرات جينيه عندهم استجابتهم للدوتاسترايد ما بتكونش افضل حاجه، وحتى ممكن يكونوا بيستجيبوا للفينوسترايد افضل من الدوتاسترايد. بس لو هنتكلم نسب، لان المهم هنا نسب، النسبه دي 1%. يعني مش كل الاشخاص اللي بيعانوا من الصلع الوراثي واستخدموا دوتاسترايد مش هيلاقوا منها نتيجه، دي نسبه قليله جدا. ولو انت في الحاله دي فالافضل ليك ان انت تستخدم الفينوسترايد، لان انت هتلاقي نتيجه عليه احسن. بس ال 90 او 99% من الاشخاص الدوتاسترايد يعتبر خيار اقوى من الفينوسترايد. بس على الرغم من كده انا ما بنصحش بيه كخيار او خط دفاع اول ضد الصلع الوراثي، وده بسبب ان عمر النصف طويل. فانت لو انت كنت من الاشخاص سيئين الحظ اللي بيجي لهم اعراض جانبيه من الفئه دي من الادويه، فالدوتاسترايد هيفضل معاك فتره اطول في الجسم عما يخرج، فبالتالي الاعراض الجانبيه دي ممكن تفضل ملازماك فتره اللي هي حوالي 6 شهور لحد ما الدواء يخرج تماما من جسمك. او لو انت ست بتستخدمي ادويه لعلاج الصلع الوراثي والدكتور كتب لك فينوسترايد او دوتاسترايد، فالافضل ان انت تستخدمي الفينوسترايد على الرغم ان الدوتاسترايد نتائجه اقوى لو انت مثلا ست ناويه تحملي في القريب العاجل، لان الفئه دي من الادويه ممكن تكون مرتبطه ببعض التشوهات في الاجنه. فانا شايف ان لو انت شخص بتعاني من الصلع الوراثي، فاول حاجه تلجا لها هي الفينوسترايد مش الدوتاسترايد. الدوتاسترايد تلجا ليه لو الفينوسترايد ما جابش معاك نتيجه. فكخلاصه فكره ان الدوتاسترايد يسرع لك الصلع الوراثي دي فكره انا شايف ان هي مش منطقيه ومش علميه نهائي. لو انت شخص بتعاني من الصلع الوراثي وفعلا التزمت على الفينوسترايد او الدوتاسترايد او ادويه علاج الصلع الوراثي اللي بنتكلم عليها في القناه، فانت هتلاقي نتيجه وتحسن. في اسوأ الظروف هتلاقي حفاظ على الشعر اللي عندك او ان عمليه الصلع الوراثي وقفت. انما فكره ان هو يعمل نتيجه عكسيه دي فكره بصراحه انا شايفها ان هي خيال علمي شويه. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات. واسف على التطويل لان انا ما كنتش بنزل فيديوهات في الفتره اللي فاتت، بس ان شاء الله هنزل فيديوهات جديده ونحاول نرجع تاني نلتزم وننقل لكم اجدد الاخبار عن الصلع الوراثي او التغذيه او استخدام الهرمونات او حتى الاستخدام الامن للادويه. وبس كده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.